السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب متابعينا أعزاء؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وعافية. طبعا أنا تأخرت بتنزيل هذا الفيديو، اعذروني شوية ظروف. اليوم أريد أفيدكم. واحد من المتابعين راسلني ويعني بالتعليقات قال الضغط انه نرجو من عندك انه تنزلي لنا حلقة خاصة عن قياس الضغط، يعني بالنسبة للدرجة ايش قد مرتفع وايش قد درجة الهبوط، درجة الارتفاع ودرجة الهبوط، ومتى يكون الارتفاع خطر ومتى يكون الهبوط درجة الهبوط خطرة. فأنا ذاك الفيديو الفات ما حكيت أنا على الخطورة ودرجة الارتفاع، علمتكم بس طريقة استعمال جهاز الضغط. طبعا اليوم ما جايبه أنا الإلكتروني، ما موجود، عندنا شوية شغل به. وهسه اليوم عندي بس جهاز الضغط الزئبقي، هو نفس الشيء سواء جهاز الضغط الزئبقي أو الجهاز الضغط الإلكتروني. هذا جهاز الضغط الزئبقي طبعا يحتوي على هذا. راح أعيد لكم الشرح، وإن شاء الله راح أشرح لكم درجة الضغط المرتفعة واللي يسموها الهايبر تنشن، والهبوط يسموه هايبو تنشن. أوكي، أرجو منكم متابعة واشتراك بالقناة على مود قناتي تصعد على مود واحد، يعني إن شاء الله يصير النواس ننزل لكم كل شيء جديد وكل المعلومات اللي تخص التمريض إن شاء الله، وتستفادون من عندي. بالنسبة لهذا الضغط يتكون من هاي السماعة، طبعا هاي السماعة، وهذا الجهاز اللي الذراع اللي ينلف على الذراع، وهذه الضاغطة اللي صعد بها الزئبق. تمام. هذا الجهاز طبعا من هنا ينسد بأون وأوف، هذا أون هذا أوف، وهنا أون ينفتح. تمام. وهنا مؤشر، هو هنا إذا ما تعرفون هذا مؤشر السهم، سهم صغير هنا تشوفونه، هنا سهم، من هنا أون وهنا أوف. أوكي، أو العفو هنا أوف وهنا أون. تمام. هسه راح نجرب. إذا لفينا على الإذراع، نلف على الإذراع هنا، نلف الإذراع هنا، ذني الصندات يبقى بداية الإذراع، ونلف حول الذراع بهاي الصورة، الذراع يصير هنا. تمام. من عندي مريض إن شاء الله راح أصور لكم، بس اليوم أكثر شيء أنا راح أحكي لكم على درجة الضغط المرتفعة ودرجة الضغط المنخفضة ومتى تكون خطرة. تمام. هنا أنا راح نضغط حتى لو تجربة. شوفوا هذا الزئبق شلون يرتفع وياي، شوفوا شلون يرتفع. هذا الزئبق يرتفع. إذا ارتفع عندنا مثلا وصل احنا ايش قد مؤشرين، نقول هذا الزئبق اذا تلاحظونه وصل لل20 مثلا، سمعنا النبض لل20، انقطع النبض لل20، وصل وانقطع النبض. على سبيل المثال عندنا شخص أو مريض مرتفع ضغطه كلش، واصل لل20، واحتمال اكو بيهم يوصلون ل22 23. على سبيل المثال وصل النبض أول ما نصعد انقطع النبض نقول لل20، انقطع النبض لل20. نظل ننزل على كيف نظل ننزل شوي، انقطع النبض لل10. هذا الضغط نسميه 20/10. تمام. أو 200/100. نحذف صفرين، صفر من 200 وصفر من 200 وصفر من 100، يصير 20/10.
هو بالقراءة تنكتب 200 على 100، بس هي المتداول أكثر شيء إحنا نكتبه 20 على 10. هذا الضغط إخوان متابعيني، هذا الضغط يسموه ضغط مرتفع خطر. من شو وقت يبدأ الخطر؟ من يا رقم يبدأ خطر؟ الخطر يبدي من فوق 12. إذا عبر مو اسمحوا لي العفو، مو الخطر، الارتفاع. متى يكون الضغط مرتفع؟ إحنا حلقتنا اليوم نشرح عن ارتفاع الضغط اللي هو هايبر تنشن، والنزول الضغط اللي هو يسموه هايبو تنشن. عندنا 12 هنا، 12 احنا بالنسبة لنا هنا نمشي المنهج مالتنا او اللي مشينا عليه. اذا 12 على 8 هذا تعتبر بداية ارتفاع، بداية ارتفاع الضغط. 13 اللي هو 130 على 9 هذا يسموه مرتفع. 120 على 9 على 80 اللي خلي نحشي وياكم مو 80 و90، انتوا عرفتوا الصفر ينحذف. نقول 12 على 8، نقول 13 على 9. اوكي تمام. هسه هنا نكمل شرح المرتفع. نبدي وياكم إذا ارتفع الضغط يعتبر ارتفاع الضغط اللي هو هايبر تنشن. هايبر تنشن مو هايبو، هايبر تنشن ارتفاع ضغط الدم. يعتبر ارتفاع ضغط الدم اعتبارا من 12 إلى 120 على 90 أو 80 عادي. هاي تعتبر بداية ارتفاع، لا تعتبروها طبيعي، لا، هاي بداية الارتفاع. من ال 12 وال 13 الحد ال 16 تقريبا، الحد ال 15 الحد 160 150 إلى 90 إلى 10. هذا يعتبر يعني مو كلش خطورة، يعني تحت الخطورة، تحت الخطورة مرتفع هذا يسموه، بس هذا يسموه مو من ضمن الخط الأحمر الخطورة. الخط الأحمر الخطورة متى يبدأ؟ يبدأ من فوق ال 15 اللي هو 150 على 100، 15 على 10 يبدأ الخطورة. ال 18 180 190 170 ال 200 ال 210 هذا اللي يعني ال 20 ال 21 تبدأ الخطورة هنا. تبدأ الخطورة من ال 16 فما فوق تبدأ الخطورة. هذا راح يصير عندك مشاكل إذا تعوفه، إذا تتركه، إذا يترك الضغط مالته راح يسبب مشاكل، اللي هو يسوي جلطات، يسوي سكتات، لا سمح الله اسم الله عليكم، يسوي هواية أمور. إخوان ارتفاع الضغط يسوي هواية أمور، اللي هو يأثر على شرايين وشرايين القلب، يؤثر على الشرايين الدموية وعلى الدماغ وعلى شرايين القلب وعلى الدماغ أكثر شيء. فتشوفهم يصير عنده جلطات بسبب إنه يرتفع الضغط دائما. ارتفاع الضغط خطر من هاي الأرقام 160 اللي هو 16 17 18 20 كلش خطر، يعني ممنوع. هذا إحنا بالمستشفى نعتبره طوارئ. إذا وصل 20 و19 يطببونه طارئة، حالة طارئة emergency. تمام. هسه نجي على الانخفاض. الانخفاض إخواني اسمعوني كل زين. الانخفاض 11 مو منخفض، بالعكس 11 اللي هو 120 العفو 110 على 70 110 على 70 يعني 11 هنا 11 على 70. هذا مو خطر، هذا طبيعي، ولا العفو يعتبر هبوط، لا يعتبر هبوط ولا يعتبر خطر، هذا يعتبر ضمن الحد الطبيعي. هسه نجي على الهبوط، درجات الهبوط. 11 اللي هي 110
على 80، هذا 80 يعتبر طبيعي، أوكي. بس إذا ارتفع ويا 80 هذا ارتفاع. بس بالنسبة للهبوط 110، 11 على 8، 110 على 80، 110 على 70، 110 على 6 اللي هو 60. يعني نقول 11 على 8، 11 على 7، 11 على 6، هذا طبيعي ضمن الطبيعي. بس إذا نزل الضغط 10 اللي هو 100 على 80، هذا بالنسبة للهبوط. 10 هابط من الدرجة الأولى، يعني مو خطر. 10 اللي هو 100 على 7، طبعا هنا ما تجي يعني 80، 100 على 70، 100 على 60، 100 على 50، على حتى 40 توصل، حتى 30. هنا يعتبر إذا الواطي هابط هذا هبوط، وهم يعتبر خطر، يعني ضروري هم يروح مستشفى ويتابع الحالة. إذا 10 أو هو 100 على 60 طبيعي ومو طبيعي، وإنما يعني يعتبر، أنا قلت لكم الطبيعي 110، 11 على 70، 110 على 70، 11 على 7 طبيعي. هنا قلنا الهبوط مو من شلون قلنا الارتفاع 150 إلى العفو 160 إلى 170، هذا ارتفاع بس من الخطورة من الدرجة الثانية. هنا الهبوط 10 اللي هو 100 على 70 على 60، هذا يعتبر 100 على 60 هبوط من الدرجة الثانية. هبوط من الدرجة الأولى يعني الخطر اللي هو ينزل من 7، من 6، والعفو من 8، 80 على 50، هذا يعتبر هبوط من الخطورة، خطر. يعني بالنزول، يعني مثلا 80 على 50، 8 على 5، 8 على 5 خطر، وهكذا 7 على 5، 8 على 6، 7 على 4، وهكذا. هذا كله خطر من 8، من 10 فما دون، هذا يعتبر خطر، يعتبر هذا هبوط. لازم ترفع انت ضغطك تحوله إلى طبيعي، يوصل 10 على 7، 11 على 70، 11 على 80، يوصل 120 على 70، 12 على 7، هذا من ضمن الطبيعي. إذا نزل هذا الحد اللي هو من دون يعني 10، يعني 9 إلى 80، 90 70، وأكثر شيء الخطورة يعني الإمرجنسي تبدأ من 70، من 7 أو 80 على 5، 8 على 5، 80 على 50، هذا إمرجنسي. 80 على 50 هذا إمرجنسي. 70 على 40 هذا إمرجنسي، وهكذا. تمام خوان؟ إن شاء الله تكونوا استفادتوا من هاي الحلقة، وأي سؤال عندكم أو تعليق اكتبوا لي بالتعليقات، وأنا إن شاء الله بخدمتكم، وأتمنى أني أتواصل وياكم، وأتمنى أقدم لكم أي شيء تستفادون منه، بما أنه أنا هاي مهنتي، وأتمنى كل يستفاد من هاي المهنة، والكل إن شاء الله بصحة وعافية. ولا تنسون اشتراك بقناتي على مود قناتي تصعد إن شاء الله، وأفيدكم بكل شيء جديد.